كنت في الحمام دابا شويه وجالسين قدامي جوج البنات. المهم وحده فيهم حكات وناضت خرجت للبارد، والبنت اللي معاها جالسه كتجمع في داك الوسخ اللي لاصق في الجلده وكديرو في واحد الميكا. انا مديت ما جبت. رجعت البنت لبلاصتها وغسلات شعرها وناضت خرجت الشلال. ايوا تاني ديك البنت جبدت نفس الميكا وبدات كتجمع شعر البنت وكديرو فيها، وزيدها كتشوف في جنابها شكون اللي كيشوف فيها وشكون اللي يرد ليها البال. وانا مازال على نيتي قلت راه غتنوض تجمع داكشي وترميه في الزبل، ولكن داكشي شداتو خشاتو في قاعه ديال الدجاج وداتو في الشبكه. نط انا خرجت عند ديك البنت وقلت لها واش حكيت لك صاحبتك ظهرك؟ قالت لي لا راه بنت خالتي هذيك. وانا ما كذبش عليكم عاودت لها كلشي، قلت لها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. فعلا مشات ولقات القرعه ونوضوها مرايشه بيناتهم. وملي خرجت قالت لي الطيبه جدك تقولي لها خليهم بيناتهم. وصل للدرجه ولينا يهود. والمشكل البنت اللي طرا لها هادشي عرسها من هنا لشهر. ما بقينا عارفين فين من ننتقوا والله العظيم. كون تشوفوا البنت تقولوا الاخلاق والرزانه والتباته. شوف واش خرج منها. من الاولى والاخرى لا يفلح الساحر حيث اتى. ربي لا بغى يعكس شي حاجه غيعكسها. بقاو البنات تغدوا لبال ريوسكم، بقاو تجمعوا شعركم وجمعوا وسخكم. لا ما تمشي مع حد، سيري بوحدك. وما عرفوك انت مشيتي للحمام انت عمتي ولا لا بقيتي عمي في داركم، عمي في داركم اختي.